اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين يا أمارات، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة، يا رب يجعل سعادة الدنيا والآخرة بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين. يلا بقى يا حبايب قلبي، قبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش بالله عليكم تحطوا لي اللايك بتاع على الفيديو علشان يبقى يتفاعل كده، وكمان كومنت كده منكم كلمة حلوة تكبروا بيها خاطر ربنا يكبر خاطركم، اللهم امين. اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم فيديو النهارده فيديو جميل جدا جدا ان شاء الله، وباذن الله تستمتعوا منه وتنبسطوا كده ويعجبكم ويديكم كده شويه حماس. يومي بقى كده انا بدأته كده من الصبح بدري، حوالي كده الساعه يعتبر 7. انا ما وديتش منا المدرسه خالص النهارده بصراحه، لاني ان شاء الله باذن الله الامتحانات عليهم يوم السبت، يوم قصدي الخميس، يا رب عليهم امتحانات يوم الخميس، وكمان في صيانة في المدرسة بتاعتهم. فالأستاذ قال لي عادي ما توديهاش الا يوم الخميس على ما الصيانة يعني تخلص، وكده كده كده يعني الأطفال بتروح مش بتاخد أي حاجة. وقلت بصراحة مش هوديها بقى عشان أنا بقعد فحفحها كده الصبح في السقعة يعني وكده وتنزل والكلام ده كله. قلت ايه مش مشكلة بقى، اعتبر اليومين دول ايه اجازة، اللي هو يعني النهاردة وبكرة بأمر الله، يوم الخميس بقى بإذن الله اللي هتروحوا وبعد كده بقى تكون ايه المدرسة يعني خلصوا فيها الصيانة اللي بيعملوها دي. دخلت بقى كده صحيت طبعا، صحيت بدري كده فطرت الطيور ودخلت بقى على المطبخ. طبعا انتوا عارفين ان في لسه شوية تشطيبات كده في المطبخ بتشطب، وكل الناس اللي قاعدة تقول لي يا هاجر الاستيكر مش حلو وانت عاملاه بطريقة غلط. انا عارفة ان انا مش لازقاه يعني اللي هو يعني جايباه على يعني فاهمين اللي هو ايه جايباه على اخره كده. لا بصوا بقى، انا السيراميك بتاعي زي ما انتوا عارفين ان هو فيه تعريجات زي نظام طوبة، زي نظام يعني ان هو ايه فيه طوبة وكده فاهميني. تمام. فمهما تحط ستيكر عليه بالذات الاستيكر اللي هو الخفيف ده
لازما بيبان بقى كده في ايه شوية التعرجات اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين انا اصلا يعني كنت بلزقه لوحدي، فكان لازما يبقى في حد معايا عشان يمسك قصادي والكلام ده كله. النقطة التالتة بقى اللي الناس تقول لي السيراميك حلو وكل، انا عارفة والله ان السيراميك حلو وكل حاجة، بس انا يعني الاضاءة وشغلي وكده مش متظبطة في التصوير مع السيراميك لونه برتقاني، او مثلا طوبي، عارفين اللي هو يعني انا مش ظابطه معايا خالص في الاضاءه. فانا طبعا بشوف الحاجه اللي تظبط لي الاضاءه لازم، يعني عشان شغلي وده اكل عيش وانتوا عارفين. كمان اللهم صل على سيدنا محمد، انا خدت على الشكل اللون الابيض، فبقيت مستغربه شكل المطبخ اللي هو بالسيراميك وكده يعني. الناس اللي قالت لي هاتي لوح رخامي وكده، وكل لوح ب700 او 800 جنيه، هو والله فكره حلوه وكل حاجه، بس مش عارفه المطبخ ده ممكن ياخد له لوح او لوحين، وبصراحة يعني هو مش وقته دلوقتي، يعني الاستيكر ده يحل محله حاليا. وهو كده كده يعني الواحد ان شاء الله بعد كام شهر نروح مغيرينه. هي البقرة كانت 10 متر، مش غالية، 10 متر وفاض منها كمان، كانت ب70 جنيه. فعايزة اقول لكم انتوا اصلا يعني ما تشوفوا المطبخ، في حتة مقطع كده في الفيديو ده دلوقتي اللي هو هيبقى جايب المطبخ كله، هتشوفوا شكله بعد ما اتظبط وكل يعني السيراميك كله اتكسى كله بالستيكر. شكله يعني بقى تحفة أوي، شكله يعني بقى جميل والله جدا جدا. فدي بالنسبة يعني لموضوع السيراميك، فأنا غصب عني يا جماعة عشان بس ايه تصوير وأكلاش والكلام ده كله. بصوا بقى، طبعا يوم زي ما قلت لكم كده أنا بدأت كده من بدري، دخلت كده نشرت شوية الهدوم. كنت في اليوم دوت ناوية بقى كده أغسل بقى المنظمات والحاجات، بس عملت ايه بقى، قلت خلاص انا هعجن العجينه الاول، انا بقالي فتره ما عملتش بقى معجنات معاك ولا اي حاجه للعيال، فقلت خلاص هعجن بقى كده عجينه كده معاك عشان اسيبها تخمر، يعني على مدعك شويه الحاجات اللي عايزه ادعكها تكون هي خمرت. انا هنا وزنت كده نص كيلو من الدقيق، تمام، وقلت عايره كده بالكوبايه اللي انتوا شفتوها دي، طلعوا 5 كوبايات بالظبط. 5 كوبايات دول عليهم 5 معالق من اللبن البودرة، وعليهم معلقة كده من السكر، ويعني رشة ملح، يعني محترمة كده، رشة ملح حلو. تمام، ده بالنسبة كده يعني لعجينة البيتزا او الميني بيتزا اللي انا هعملها النهاردة. تمام، جيت بقى في نفس الكوباية اللي عيرت بيها برضو، حطيت فيها شوية مية كده من دافيين، وحطيت عليها معلقة وربع كده ايه خميرة فورية، وقلبتها كده بشوية المية وسبتهم كده ايه يعني يتفاعلوا مع بعضهم. قلت بقى ألمع كده العجان واشوف كده اجرب فيه، لان يعني مش اجرب فيه اعجن فيه، لان انتوا عارفين من ساعة ما جبت العجان ده انا ما عملتش فيه الا وصفتين 2، ومن ساعتها يعني ما استخدمتوش تاني. فحسيت ان انا عايزة بقى ايه اعمل حاجات بقى لسه ان شاء الله باذن الله. يعني هتشوفوا معايا بقى افكار المعجنات، وكمان يعني بصوا، يعني انا مش عايزه احرق لكم بقى الاحداث اللي جايه ان شاء الله، حاجات اللي هي تنفعنا في المدارس واحنا في عام دراسي بقى، يعني كل كده عام وانتم بخير وطيبين وبصحه وبسلامه كده ان شاء الله. احنا عجنت العجينه بقى بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم اللهم صل على سيدنا محمد، هي العجينة بصراحة انا ما اكلتلهاش مية محدودة، انتوا عارفين اللي هو ايه، يعني بعجنها على حسب المية اللي بتاخدها. انا هنا بصوا مخليه، لو تخلي بالكم انا مخليه العجينة بتلزق خالص طرية يعني. كنت ممكن اقدر انا احط لها معلقة دقيق ولا معلقتين، بس لا انا حبيتها ان هي تبقى طرية كده عشان تبقى عجينة البيتزا كده، تبقى هشة كده وطرية خالص، وانتوا هتشوفوها دلوقتي لما تطلع من الفرن. تمام، هنا بقى بصوا بقى لميتها بقى وحطيت شوية زيت، ورحت بقى ايه حطها بقى سبتها تخمر. قلت بقى على ما تخمر كنت طلعت الطيور مرة كمان، وكنت بقى ايه لميت بقى كل اللهم صل على سيدنا محمد، لميت كل العلب بتاعة المكرونات والشعرية والحاجات دي كلها. قلت بقى ايه ان انا يعني ادعكها وكده، واركنها بقى ايه تتصفى. هنا بقى بصوا شايفين منظر المطبخ عامل ازاي، والله شكله جميل جدا مش وحش خالص يعني، وحاجة مقضية الغرض. يعني انا برتاح نفسيا كده. طبعا كل انسان بقى على حسب ما بيرتاح يعني. هنا بصوا جبت طبق لميت فيه كل الحاجات اللي طلعتها، طلعت الجبنة الموزاريلا وطلعت جبنة رومي، ومش عارفة ما بحبش استعمل جبنة الموزاريلا او كسل مني، عشان هي قطعة واحدة وعايزة تتبشر بصراحة او تتقطع،
فعايزة اقول لكم ان مفيش وقت، يعني عارفين اللي هو الوقت طاير على طول كده. سبحان الله يعني واستاذ رحيم طبعا موجب معايا على طول على طول. يعني اللي بيخليني كده اعرف ممكن اقعد اصور شوية زي ما انتوا سامعينه كده وعمال بيعيط بره. اللي بيخليني اعرف اصور شوية ممكن منى تشيله حبة، لو محمد هنا يشيله شوية. انما طول ما مفيش حد هنا ومفيش الا انا بس، ما بعرفش اتحرك خالص خالص منه. فعشان كده اليوم بيعدي بقى عليا يعني يا دوبك والله حاجات بسيطة اللي اعرف اعملها طول اليوم. بس بقى ربنا كده ينفخ في صورته كده ويكبر شوية بقى ويعني ايه ما يبقاش متعلق بيا اكتر كده. بص يا حبايبي هنا بقى، بصوا خرجت بقى العلب كلها، عايزه اقول لكم كانت كلها مزوتنه وكانت عايزه تدعك دعكه تمام بقى. بصوا الغطيان دي انا مش بدعكها بقى كده، بصوا بفرغ منها اللي هي الجزئيه الملونه دي. طبعا الاستاذ رحيم مسويني اشوف وارجع لكم تاني. بصوا اقسم بالله انا الفيديو دوت عشان بس اسجل عليه صوت، والله والله العظيم بصوا يعني فصلته كذا مرة كذا مرة. العيال تزعق، محمدين ده يعلوا صوت التلفزيون، رحيم يعيط زي ما انتم شايفينه الكلام ده كله. فبجد يعني الله المستعان والله يا جماعة، الحمد لله على كل شيء. انا فاضل لي تكة وشدة في شعري اقسم بالله بسبب اللي انا فيه ده كله. بصوا بقى انا كده شلت الاجزاء الملونة دي. ليه بقى بشيلها؟ عشان بتبقى ما بينها وما بين الجزئية البيضة دي بيبقى في كده شوية اتساخات وحاجات. بس بصراحة ربنا العلب دي جميلة قوي 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 يعني. فان شاء الله وباذن الله اذا ربنا احيانا بامر الله كده، يعني وعرفت انزل سوق لحد تاني هدور عليهم واجيب لي، هما اللي عندي كبار دول 5، فهجيب عليهم واحدة كبيرة كمان. واجيب كمان اللهم صل على النبي اجيب 3 كمان صغيرين عشان يبقى 6 كبار 6 صغيرين. بصراحة حلوين قوي قوي وبينفع. ممكن يعني اكتر، يعني ممكن يعني بدل ما اجيب 3 اجيب 5 برضو من الصغيرين المرة الجاية. ليه؟ لاني برضو يعني بحط فيهم حاجات كتير، يعني بياخدوا حاجات كتير حلوة يعني. وكمان بيبقوا لامين الدنيا في المطبخ، وغنيك بقى انك تبقي راكنه الحاجة في الكياس ومش عارف ايه والدنيا مكركبة على بعضها. فبجد هي العلب دي حلوة ومنجزة كده وجميلة يعني. بصوا في علامة كده بتبقى في تحت يعني في قاع العلبة، بتبقى عليها كده شوكة وسكي معلقة وشوكة كده. فهل العلامة دي تدل يعني ان البلاستيك دوت بيخش غسالة الأطباق ولا لأ؟ عشان بس أنا عايزة أفهم، بشوف العلامة دي على كذا حاجة وببقى محتارة العلامة دي كده يعني يقصدوا ان الحاجة دي بتخش غسالة الأطباق ولا لأ؟ لأن بصراحة ما جربتش ان انا احطهم في غسالة الأطباق قبل كده. بقيت اخاف لان طبعا كذا مرة كنت احط برطمان بلاستيك ولا حاجة ويعني يطلع من الغسالة سايح بقى ويعني اتكعور كده في نفسه اللي هو كش يعني فاهمني. فعشان كده بقى ايه بقيت يعني مش اي حاجة بلاستيك بحطها في الغسالة. بس في على فكرة في اطباق بلاستيك بحطها في الغسالة كنت انا متوقعة ان الاطباق دي ممكن تسيح يعني، بس لا سبحان الله ما ساحتش. والاطباق دي يعني في القاع بتاعها من تحت مرسوم عليهم نفس الرسمتين اللي قلت لكم على اللي هي الكوبايه والشوكه دي. فانا حاسه يعني احساسي كده بيقول لي العلامه دي على اي طبق بتدل ان هي ممكن تخش غسالة الاطباق، بس برضو مش متاكده. فاللي تعرف فيكم بقى بالله عليكم تقولي في الكومنتات، عشان لو لقيت العلامه دي على اي بلاستيك ابقى عارفه ان البلاستيك ده عادي ان هو يخش غسالة الاطباق. هنا بقى بصوا انا غسلتهم بقى الحمد لله غسله تمام كده، وركنتهم بقى يتصفوا خالص علشان امسك بقى الضرفه بتاعه الخزين دي. ان شاء الله باذن الله كده ايه اروح بقى مسحاها، وكل حاجه بقى في الاكياس اروح معبيها في مكانها وارجعها كده ايه مكانها. طبعا هنا انا قلت لكم هسيب العجينه تخمر على ما ايه، على ما ادعك بقى وكده شويه المواعين والكلام ده كله. هنا بقى خلصت العجينة كانت خمرت خالص يا جماعة، لأن طبعا من بعد ما خلصت مواعين رحيم طبعا عيط شوية، قعدت ارضعه واسكته لأن كان ميعاد منى تروح الدرس، فما كنتش عارفة اتحرك خالص منه. فرحت بقى جايبة كمان كده الفلفل بقى برضو قطعته، ده ربع كيلو كده من الفلفل الرومي. وان شاء الله عايزة افتكر اما اروح السوق اجيب شوية فلفل الوان تاني اخزنهم، بصراحة كانوا بيبقوا حلوين يعني. فاللهم صل على سيدنا محمد. هنا دول بصي بقطعهم تقطيع رفيع خالص خالص علشان خاطر بس ايه العيال يعني تعرف تاكلهم، عيالي يشوفوا
سبحان الله ياكلوا الحاجات دي وما ياكلوش الزيتون، يعني جايين على احلى حاجة بتحلي اللهم صل على النبي، بتحلي يعني الخلطة. وانا ما بحبش بصراحة اعمل الميني بيتزا صغيرة دي بقطع لحمة او فراخ، يعني ما تعودناش عليها كده بصراحة. اتعودت عليها اعمل لها ايه، الخلطة اللي انتوا شايفينها دي، اللي هو شوية القوطة والفلفل والجبنة والزيتون، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. كمان حلوة لما اعمل يعني اعملها كحشوات واعينها في الفريزر، احس ان هي طعمها مش بيغير، يعني بتبقى ايه طعمها حلو زي ما هي. فهنا خلاص خرطتهم بقى كده. وده كان نص كيس كده من الجبنة الرومي. الجبنة دي انا كنت جايباها من سوق الحد، برضو كنت جايبة 3 اكياس. فخلصنا كيسين، فاضل كده يعني كده فاضل الله فاضل كيس. والزيتون ده برضو كنت جايباه من السوق، هو مخلي من البذر وكل حاجة بس سليم. فقلت مش مشكلة، يعني الموجود يقضي الغرض، لاني مش اغلب الاوقات مش بلاقي زيتون في البلد اللي انا فيها، الزيتون اللي هو الحلقان اللي هو المخلي ده. ما بعرفش اجيبه إلا لما بكون انزل بقى في حتت تحت وكده، اروح شبرا، اروح يعني المؤسسة، او اخش السوبر ماركت اللي هو الكبير والحاجات دي. فبصراحة كنت في السوق جبت كيلو وعينته عندي عيناه في التلاجة، بيقعد عندي فترة جامدة جدا على فكرة، ممكن يقعد بالتلات اربع شهور على فكرة عادي جدا. فاللهم صل على سيدنا محمد، بينفع عندي. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا بقطعه كده بالسكينة، عشان ايه بقى تقطع كده حلقان، وقلبت كده الخلطة على بعضها. وعايزة اقول لكم باينة رايحين بقى خلاص، كان هنا كان اخواته مش هنا، كان اخواته كده في الدرس، وهو بقى مش راضي يسكت خالص. حتى لو جيت سبته في الارض ان هو يلعب حوالين مني ما بيسكتش، يمسك الستاند يوقعه. يمسك مثلا اي حاجه بقى عايز يلمها ببقه. فلو انا بقيت يعني يعني بخاف ان انا مثلا اسيبه لوحده في الارض يعني وكده، عشان يعني اتفادى اي حاجه ممكن تحصل. بصي هنا كانت العجينه خلاص جابت اخرها والله مني اقسم بالله. بس عايزه اقول لكم كانت طريه وكانت حلوه. وكمان ريحه الخبيز بقى، يعني ريحتها بتستوي يا خراشي. قد ايه انا كنت مفتقده الريحه دي وال وفاهميني اللي هو يعني روايح المعجنات والمنظر نفسه وكل حاجة. حتى بصوا عايزة اقولكم، وانا بقطع العجينة كنت مستمتعة كده، اللي هو كنت بقطعها كده وانا ايه منشكحة خالص كده. فان شاء الله بإذن الله، بإذن الله كده خلاص كده انا اصلا يعني الحاجات التقيلة اللي انا كنت بتكلم عليها في المطبخ ومش عارف ايه، الحمد لله خلاص مرقت من عليا. فبإذن الله بإذن الله كده ارجع بعمل معاكم كده افكار بقى، وانا اعمل شوية حاجات كده احطها في الفريزر تسهل عليا وقتي بصراحة. الناس اللي ما بتحبش التفريزات وتقول ان هي حاجة مش صحية، بص انا معاكم كل حاجة، بس احنا في زمن، او انا عن نفسي انا، يعني انا في وقت دلوقتي اقسم بالله انا مش بفضل اعمل حاجة خالص. يعني اللي اي واحدة معاها طفل صغير كده في العمر بتاع رحيم كده هي عارفة انا بقول ايه. فبجد ارهاق وتعب بطريقة غير عادية، وتضييع وقت طول اليوم. يعني أنا ممكن يعدي اليوم عليا معرفش اعمل فيه اي مصلحة في البيت خالص بسبب رحيم. فبالنسبة لي انا التفريزات دي بتسهل عليا كتير، يعني اقول محمد يجي اطلع الحاجة واعملها على طول، وهكذا يعني فاهمني. فانا عن نفسي دي حاجات بتسهل عليا، ما اقدرش ان انا استغنى عنها في الوقت الحالي اللي انا فيه ده. فزي ما انتم شايفين لما كنت فاتحة الفريزر بتاع التلاجة، انا والله طبايخ بفرزها، اي حاجة عندي بعملها بسهل على نفسي اموري، بحيث ان انا اقدر اطلع كده اعمل حاجة بسرعة. وعايزة اقول لكم برضو من ضمن ميزة التفريزات بتبقي مالية برضو بيتك خير، تفتحي كده الفريزر بتاعك تمد ايدك تطلعي اي خير من التلاجة. فبرضو دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. واحنا مش بنطول التفريزات دي، يعني مش بنقعدها مثلا بالخمس ست شهور، لا، انا بفرز والله الحاجات الشهر بشهر فاهمني، وبطلع اول باول. بصوا العجينه عايزه اقول لكم جميله، كنت معجبه بيها جدا. هي بتلزق وكل حاجه، وبغوص ايدي زيت عشان اعرف اتعامل معاها، بس كانت طريه كده وهشه يعني في استمتاع كده في الموضوع فاهمين. طبعا هنا بصوا الصينيه ديت، عايزه اقول لكم ما كانتش واخده كل الكميه، بس كانت طالعه كده شبه خليه النحل، انتوا هتشوفوها دلوقتي، شكلها كان جميل جدا. وعايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، النص كيلو دقيق طلع لي 26 قطعه ميني بيتزا، وبألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا ليهم كلهم. انا كنت مفكره ان انا ايه، قلت يعني احطهم كده يعني اعملهم كده وياكلوا اللي ياكلوه، اللي بقى ايه احطه في الفريزر، ابقى ادي منه مثلا وهي ماشيه المدرسه الصبح،
هي بتحب الحاجات دي، فبألف ألف هنا وشفا، ما تبقاش منهم أي حاجة. حتى رحروحة بقى يحب، يعني حابب العجينة بتاعتها اللي هي العجينة من غير الحشوة، يعني اديله كده العجينة من غير الحشوة ياكلها. فبصراحة ربنا يعني جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله. اذا ربنا حاني بكرة بقى كده اجيب كده كيلو دقيق محترم، واعجنه عجنة واحدة، واعمل منه طريقتين، يعني اعمل منه مرة ميني بيتزا، واعمل منه يعني اشكال تانية، بحيث ان الحشوة دي ما تبقاش معرضة ان هي كل شوية تقع منه وكده. تمام. هنا ده اول صاج كده انا اهو طلعته. وعايزة اقول لكم بقى في التسوية، اول صاج ده آه، كان مستوي كل حاجة حلو وكل حاجة، بس حسيته ان هو يعني نشف مني شوية عشان طول في الفرن. اما بقى في الصينية عملت ايه، حطيت الصينية قت من تحت، يعني من تحت وفوق، قت من تحت وفوق كل حاجة، بس نزلت الشبكة تحت خالص، خدت بس اللون من تحت، وما اديتهاش على فكرة لون يعني من فوق. يعني اللي انا اقصده ما طلعتش الشبكة، نقلتها بقى فوق عشان تاخد لها وش والكلام ده، اللي هو استكفيت بالفترة اللي قعدت فيها في الفرن. عشان كده بصوا طالعة طرية جدا، طرية طريان بطراوة كده، يعني عايزة اقول لكم جميلة فعلا جميلة. فالتسوية بصوا رايحين داخل الأوضة بقى اهو. فبالنسبة يعني للتسوية وكده، ما تحاوليش تحمصيها، يعني اللي هو تشغلي يستكفي من تحت بس، حتى لو فرنك مثلا هتشغلي من تحت بس هيستوي معاكي وهتبقى زي الفل. فبس كده حبايبي، دي كان كده فيديو النهارده، يا رب كده يكون عجبكم، وان شاء الله كده تكونوا استفدتوا منه باي طاقه ايجابيه بسيطه حتى. انا هنا خلصتهم بقى كده، فحطيتهم في العلبه بقى وغطيتهم، بحيث يعني عشان ما ينشفوش او اي حاجه، والعيال بعد تتسلى عليها طول اليوم. بس كده حبايبي، ده كان فيديو النهارده معاكم، ان شاء الله وباذن الله يكون عجبكم. بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو، وان شاء الله باذن الله نتقابل بقى بكره في فيديو جديد مع بعض، يكون كله برضه طاقه ايجابيه وحماس بامر الله، وتشوفوا الشكل النهائي للمطبخ. سلام عليكم.